اوعى اوعى تستنى حد عشان يخرجك من اللي انت فيه. محدش هيمدلك ايده، محدش هيساعدك، محدش هيطلعك من اللي انت فيه غيرك انت وبس. انت الوحيد اللي في ايدك تقف وتصد وتدافع وتضرب وتلاقي وتحارب علشان تطلع نفسك من اللي انت فيه. انما تقعد تبكي للناس وتشتكي لفلان وتقول نفسي حد يخرجني من اللي انا فيه، ياه لو حد يجي ويساعدني، لو يجي حد يعمل لي اي مساعده. محدش هيعمل لك. لو مش هتعمل لنفسك مش هتقوم، ولو ما قمتش هتفضل زي ما انت عايز تحكي وعايز تشكي وعايز تلوم وعايز تبكي. تروح لربنا. ربنا لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه متضايق وقلبه حزين وفي حزن وضيق شديد، وشاف ان النبي نفسه يتكلم ونفسه يبكي ونفسه يحكي، قال له يا محمد ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. احنا عارفين انك متضايق من الناس، من الكفار، من المؤمنين، من كل الناس دي. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. اعمل ايه يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الصلاة الصلاة الصلاة. واعبد ربك يا محمد حتى يأتيك اليقين. يبقى أول شيء تعمل لما تكون حاسس بضيق إنك تذكر ربنا، تسبح ربنا، وتقوم تصلي ركعتين لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه أمر أو إذا حزن كان يفزع أول شيء إلى الصلاة. صلى الله على سيدنا محمد.